السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقلكم اليوم يا غوالي برج الحوت اللي بيبدأ من 19 فبراير لغاية 21 مارس. برج الحوت ذكي جدا ما شاء الله، ومتسامح، حنون، طيب، بيتمتع بالصبر. طبعا بس على الناس اللي بيحبون وبيحيطوا فيه بيحط لهم دائما أعذار الله وكيلكم. يعني عنده طولة بال، رومانسي، لكن عنده خجل، فظيع جدا بعض الأحيان، ودود، اجتماعي. بحب الموسيقى، والبعض منكم عشاق للون الأسود، ملفت للأنظار. بسم الله عليك يا برج الحوت من الشياكة والأناقة. عيوب الحوت بقى بنقول الزعل السريع، ضيق النفس، وما بتعرف تعبر عن اللي جواك بكل صراحة، بتلوم نفسك كتير على أخطائك، على أخطاء صارت معك بالماضي. الغيرة الزايدة اللي عندك حساسية كتير، وبتعطي فرص للناس كتير بس ما بتستاهل هاي الفرص يا برج الحوت. اللي انت بتعطيهم اياها ما بيستاهلوا. الانفعال، التوتر، التفكير الكتير. خلي عندك صبر وتروق يا برج الحوت. مشكلة الحوت بقى إنه بيضيع وقته بالإخلاص الزائد، بيضيع وقته مع الشريك لأنه هو عنده طاقة. الحوت عنده طاقة، يعني بتكفي على الدنيا كلها. بيضحي كتير، برج الحوت من أجل إسعاد الشريك. بس لا تضحي، اسمعها مني نصيحة، لا تضحي. ممكن الرجل الحوت كمان بيترك البعض، برجع بقلكن البعض يلي بيتركوا أهلهم كرمال الشريك. انتبهوا يا برج الحوت، بر الوالدين من عقوق الوالدين. يعني الشريك لا تعبد لي عبادة يا برج الحوت، لا تعبد عبادة للشريك. انتبه من الرفاق السوء، وبحذرك رفاق السوء، من الكحول، وفهمكن كفاية. طبعا برجع بقلكن مو كل البرج، في ملايين من برج الحوت. طبعا يلي عم يسمع الحوت عندي بالقناة رح يقول هذا الشيء مزبوط علي، هذا الشيء ما مزبوط، معناتها مزبوط على اللي بعدك، مزبوط على اللي بعده، مزبوط. يعني مستحيل يكون البرج كلياته نفس الأحداث، لأنه رب العالمين خلقنا نحن بشر، وجعل كل إنسان قدر بحياته. فاللي بيسمع الشغلة اللي بتعجبه بقول عندي، مو عنده خلص بتكون عند جاره، عند حدا قدامه. فهمتوا علي؟ الحوت فيلسوف كبير على فكرة، أفكاره دائما بالتغيير. يلا عم نجدد، ولما بتحاكيه بيسمع لك كتير، وعنده بال على فكرة. ولو كنت عم تكذب على برج الحوت فبيصبر عليك كمان برج الحوت. ليه؟ اسألني وأنا بقلك. لأنه برج الحوت حنون كتير، وممكن يحل لك مشكلتك بثانية، وانت اللي قاعد صارلك عم تلاقي حلول لمشكلتك وما عم تلاقي. قاعد عم تفكر بحلول وما عم تلاقي، بيحل لك اياها برج الحوت بثانية. وللأسف برج الحوت هو ذات نفسه ما بيعرف يحل مشكلته هو. بيسمع كتير بس ما بينفذ غير اللي براسه. راسك كبير يا حوت. الحوت بتضيع فرص كتير بحياته للأسف، بيضيع كتير فرص، واجتك فرص ذهبية وضيعتها من أجل الشريك. الحوت بقى بيحب المغامرة بالحياة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وبيخسر ناس كتير بحياته، وهيدا الشيء ما بيزعله. نحن مفكرين زعلان يا حوت. لا، مالك زعلان، لأن بيقول لو في خير ما رمات طير. يعني لا تزعل، لا تزعل على برج الحوت. الحوت إنسان راقي جدا. نيجي بقى على ضحكة الحوت. الحوت ضحكته مثل ضحكة الأطفال الصغيرة، بريء جدا، ما بيحمل الحقد ولا الكراهية أساسا، ما بيعرف يحقد. والحوت بحب الأطفال جدا جدا جدا، لدرجة بتعرف يا حوت إنه أنت بتحب الأطفال، لدرجة بتلاقي الشباب والبنات اللي بعمر صغير بيحبوا يتجوزوا. يعني ليه؟ مشان ينجبوا أطفال، مشان يلعبوا مع أطفالهم. يعني روحهم طفولية، بسم الله ما شاء الله عليكم يا حوت. شوف يا حوت، عندك عشم كتير بالناس، لكن بعض الناس للأسف ما بتستاهل، وبعض الناس ما بتستاهل تصالحها، ولا تصافحها بإيدها وتقلها إيه صالحتك إلى آخره. لأنه عنده صفة الحوت، هي صفة حلوة ومو حلوة، صفة المسامحة. والمسامح كريم مثل ما منقول، بس المسامحة للناس اللي بتستاهل، مو اللي بتقدر فيني يلا واحد اثنين ثلاثة وارجع بسامح لأنه هون الحوت خلاص يعني عقله سكر من كتر ما أنا متسامح وقلبه حنون، فبيسامح. بس تعال أقول لك مرة اثنين ثلاثة، لكن بعد هيك لا تقرب مني،
انت بمكانك معلم وانا بمكاني. يعني برج الحوت بيسمح لك واحد اثنين ثلاثة، أما أكتر من هيك انسى بقى يسامحك برج الحوت، لأنه بيعطيك طاقة أكبر من الطاقة اللي عنده. يعني بيستعين بطاقة جديدة، تخيل، عشان يقدر يسامحك، ورغم هيك ما بيزعلك. بس انت يكون عندك دم، يعني يكون عندك فهم شوي. غدرته مرة واثنين وثلاثة وبعدين ايه، الله معك والله ما دواليبك. اعطيتك 3 فرص، خلصنا يا ابن الحلال، انتهت، بعد عني. هيك برج الحوت، رغم هداوة الحوت وحس الفكاهة اللي موجود عنده. وأنا عن نفسي بعشق الفكاهة يلي عند برج الحوت. ربي يسعدك يا حوت. يعني الحوت الضحكة يلي عنده بيتحلى فيها، وبتزيد من جمالية وجهه. يعني بيزيد بالجمال يلي رب العالمين خلقه فيه لبرج الحوت. الضحكة هي سر السعادة. أنا من منظوري بقول الضحكة يلي هي بوشك يا برج الحوت هي سر سعادتك. والحوت على فكرة ما بيهمه لا مال ولا سلطة، ما بيهمه شي، الأهم إنه هو يكون عايش مرتاح، هو يكون باله مرتاح مع الناس اللي بيحبون، دائما يكونوا متواجدين بحياته. الحوت بقى نقول لك أغلب علاقاته فاشلة. ليه؟ اسألني. ليش يا حوت علاقاتك فاشلة معظمها؟ لأنه طبعك طبع الخجل. في عندك خجل، والطيبة الزايدة، الزيادة يعني هي بالطيبة، يا ريت تتنازلي عنها. على فكرة برج الحوت بيكره الشفقة من الآخرين. يعني والله تأرجي الحوت إنه أنت يا حرام يا كذا، هون بيجي ليذبحك، يجي ليخنقك، يجي يموتك. فانتبهوا من إنه تأرجوا الحوت الشفقة عليه، إنه بيكره الشفقة، يشوفها بعيون الناس. الحوت ديروا بالكم. الحوت آخ يا حوت ما بيحب المبادرة، يعني ما بيسأل عن الناس. لما بيقعد بيعصب وهيك بينطوي لحاله بالبيت، فبتحسه صار إنسان انطوائي، بيحب يقعد لحاله ويقعد يفكر هيك ويرجع بالماضي لورا. فهون بياخد شلون يعني الدور اللي المسكين مع نفسه طبعا، مو مع الآخرين، مع نفسه. عرفتوا شلون علي؟ يعني بيبعد عن كل الناس وما بيسأل عن حدا. الحوت كتوم على فكرة، وحلو تحطه يعني أسرارك معه. الحوت إذا بتحط أسرارك معه فتأكد ما بتطلع لبرا نهائيا. نيجي بقى على الحامي يا غالي. أنت بتحاول هيك تبحث عن توازن بحياتك، نفسك تعيش الحياة اللي أنت متمنيها، بتحاول ترجع الشريك لحياتك. لأنه البعض ها، مو الكل البرج، البعض تركوا الشريك. ممكن زواج كانوا مرتبطين، أو ممكن خطبة كانت تجمعهم، بس للأسف ما زبطت معه. أنت تعلمت الصبر والتأني بالخسارات اللي انت خسرتها يعني شايف الخسارات كلها اللي خسرتها بحياتك تعلمتك. يعني ما ضرتك الا اللي نفعتك. يعني انت استنفعت بالخيبات اللي صارت لك بحياتك. فهمان علي؟ فانت تعلمت الصبر والتأني مع انك خسرت كتير بحياتك. اصبرت انا لا تفقد صبرك يا حوت. صار عندك حالة ندم قوية بسبب خساراتك، اختياراتك السيئة في الارتباط. كانت يعني غلط. شو بدنا نقول؟ فتح راسك منيح، السيء ما بيصير منيح. لا تضيع وقتك يا غالي، تعمل المستحيل مع أي حدا. انت هلأ بعدت عن الناس فترة، حلو الكلام، مشان تقدر تستقر، تتوازن، تحاسب نفسك. شو بدي اقول لك، الحياة العاطفية على فكرة ندمان عليها. برجع بقولكن مو كل البرج. فكر مشان تعيش صح. المتزوجون انتبهوا من الشريك، خلوا بالكم من كلامكم معه. يعني نساء برج الحوت ديروا بالكم من الشريك، لا تعصبوا ولا تضايقوا. إذا حابين يعني تحافظوا على الحياة الزوجية اللي بينكم، ما ركن حابين تخسروا، لا تقولوا ما حذركم. انتبهوا من المشاكل والطلاق لا قدر الله. وصاير عندك بعض من المشاكل بعملك، أو تركت شراكة صار زمان والعلم عند الله. خفف العند اللي براسك بتعيش حياة حلوة، لأنه مصدره الفشل. العند اللي براسك هو مصدره الفشل. خليك دائما ريلاكس، ولا تحط ببالك أي كلمة بتزعجك. خلي الحكمة والصبر هنن يعني دائما بالراس بالعقل، مشان توصل. ولا ما بدك توصل؟ بدك توصل وبدك تفكر بعقلك مو بقلبك. قلبك شليه، حط لي التفكير هلأ بعقلك، واختار اختياراتك الصحيحة، وحط بصمتك. حط بصمتك على أول الطريق النجاح والازدهار، وبإذن الله رح توصل يا حوت، وحتبشرني بإذن الله.
والبعض عندهم علاقة حب جديدة، ممكن رجوع حبيب، الله أعلى وأعلم. بس أنت هون بدك تثبت شخصيتك. برجع بقلك اثبت شخصيتك يا برج الحوت. ما بدك تغلط الغلط نفسه تبع زمان، لأن أنت تغيرت أفكارك كلها وبدأت بالعقل يلي بنسميه العقل الراجح. حتاخد وقتك بالتفكير مشان تاخد قرار سليم، لأنك أنت مالك متحمل صدمات جديدة يا ابن الحلال. في شخصية هامة بحياتك، ممكن يكون زلمة ست، يعني ممكن أنثى ممكن رجل، إله شأن رح يعطيك نصيحة مهمة عن الاستثمار. يعني بشكل عام ممكن يساعدك بالمال وتشتغل، لأنك خسرت مال كتير على فكرة. أنت العام المقبل خسرت مال كتير رغم السفريات للبعض اللي صارت بحياتهم، إلا أنه خسروا مال وخسروا الشريك وخسروا الحياة كلياتها بتفكيرهم المعوج. عندك مفتاحين، خذ هاي البشارة. عندك مفتاحين وهات مفتاح لالي. عندك مفتاحين فرج بإذن الواحد الأحد لا شريك له ولا ولد. عندك مفتاحين فرج رح تستعملهم بإذن الواحد الأحد بكل، يعني بكل خير، كل شي بيطيب بخاطرك يا حوت رح تعمله ورح تفرج عليك إن شاء الله من الله الواحد الأحد. عندك كمان اختلاط بناس جديدة، عندك معجزة بقدرة الله تحمد رب العالمين عليها كتير كتير، يعني مثابة العوض الجميل عن الأعوام اللي مرت بحياتكم من حزن وتعب إلى آخره، ونقص بالمال ونقص بالثمرات إلى آخره. والبعض منكم حصل عندهم طلاق وتأثروا فيه كتير، لكن لا تزعل على ما فاتك، لأن رب الخير لا يأتي إلا بالخير يا برج الحوت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. يعني رب العالمين ينبت الفرج من أماكن لا تتخيلها إن شاء الله. وإذا جاء نصر الله بطل كيد الأقوياء، والله يجعل لك كيدهم بنحرهم يا برج الحوت، كل من كان سبب بخراب حياتك. وأكبر منهار على كلامي بمشيئة المولى. البعض مرضانين عندهم وجع، تأثير عين، حسد، سحر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في شفاء، لأن إذا نزل الشفاء يعني فرج عظيم. إذا نزل الشفاء عليكم بطلت حيرة الأطباء. ممكن البعض منكم عم يشتكي من شيء وعم يقول له ما فيك شيء، فهذا هو يلي بنقول نحن شفاء رب العالمين بحير الأطباء. وإن أذن الله يعني إن شاء الله رب العالمين بيأذن إن أذن لك بالفرج، يعني خضعت كل المستحيلات. برجع بقول لك شوف يا برج الحوت، في مال ببرجك جاي لك عن الطريق، يعني في مال ببرجكم يا برج الحوت جاي لك على الطريق. هو يعني مو هالمال يعني المال الوفير، بس ممكن تقضي حاجتك. ابشروا بخلال شهر فبراير، الشهر اللي احنا فيه، يعني هلا شهر شباط، رح يجيك مال ان شاء الله بمشيئة المولى. يعني تمشي حالك تمام. وفي منكم محتاج دعوة ليه يا حلوين يا أمارات، لأنه ممكن فيكم حدا من برج الحوت ظلم حدا وهو ماله عرفان. لأن الحوت لما بيعصب أولي على بعضي بيتكلم بسرعة، ولما بيغضب يعني لما بينفعل بشكل عام فما بيشوف حدا قدامه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. البعض عندهم سر بحياته، عندكم سر بحياتكم. بنقول البعض من برج الحوت لا تقولوا لي وتعملوا لي قصص في علاقة سرية، وانت فاهم وانا فاهمة. دير بالك على حالك يا برج الحوت. شوف لقلك، في عندكم من برج الحوت صنف هيك يعني بيحبوا الملذات المحرمة، فهمتوا علي؟ البعض عم قول ديروا بالكم ابعدوا وبطلوا هالشغلات او العادات التي لا تليق فيك يا برج الحوت. وانا شايفة انك رح تبعد عن المحرمات باذن الله، لان قلبك وروحك بالاحرى طيبة ونظيفة كتير روحك يا برج الحوت. بتمنى لك تبعد عن المحرمات. طبعا مو كل البرج، برجع بقول يعني بتقعد هلا بقول لك مثلا بتقعد تتذكر صعوبات الحياة اللي مرت عليك، بتقول كاسك يا وطن وحلها يا معلم، لا إله إلا الله، وبتقعد بتندب حظك ليش أنا وليش أنا وليش أنا. يا حوت اصبر على قدر الله، ومن صبر نال مراده. بس استعين برب العالمين وتوكل على الوكيل، صدقني صدقني رح تنجح، لأنه عندك فتوح رباني. دائما اذكر رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. على فكرة هذا الذكر وهيدا الدعاء من أعظم الأذكار والأدعية يلي رب العالمين أخرج النبي يونس من بطن الحوت بهذا الدعاء.
وانتم معروفين يا حوتيين انه هذا الدعاء عظيم من الله العظيم، فدائما استغلوه، دائما اقرأوه، دائما احفظوه، دائما خلوه يعني على لسانكم دائما. شوف رح شبه حياتك انا بحياة الاموات، اعوذ بالله طبعا. حياتكم يا برج الحوت شبيهة بحياة الأموات، ورح تخرج منها للحياة. حتخرج من الفقر، رح تطلع من التعاسة اللي انت فيها بإذن الله. يعني تطلع من الفقر للغنى، ومن التعاسة للفرح والسعادة بإذن الله. يعني حشوف حياتك حلوة صارت. عندكم سفر البعض، ولا تسافر، برجع بقول لك لا تسافر لأي مكان غصب عنك يا حوت. يعني مالك رضيان لا تسافر، لا لا، يعني شلون بدي اقول، يعني المهم لا تاخد قرار بشان ترضي أحدهم. ممكن الشريك، ممكن ابن عمي، ممكن لا ترضي حدا على حسابك. ابعد عن الضغوط، صدقني حترتاح. لأنه أنت مو ناقصك اكتئاب ولا ناقصك مرض. خليك مرتاح واعمل ريلاكس. راجع، لو راجع للحياة متفائل. أنا ليش شبهت لك حياتك بحياة الأموات؟ لأنه أنت فعليا ميت عايش. رح ترجع للحياة من أول وجديد وبكل قوة بإذن الله. أنت من طبعك متفائل. خلي عندك دائما موقف بحياتك، وأثبت وجودك يا برج الحوت. وانسى الحوت من الناس اللي جدا رائعة، اللي بتتحمل الصبر العلقم بحياتها مشان ما تخرب بيتها. بتتحمل الرجل، بتتحمل الأولاد، بس للأسف لا حياة لمن تنادي. أنثى الحوت إنسانة رائعة جدا جدا جدا. وأنثى الحوت من الناس يلي الراقية، يلي بتتمنى الخير للكل، بس للأسف ما حدا بيتمنى لها الخير. متعودين عليك يا حوت، متعودين عليك نشوفك متفائل، الضحكة الرنانة على وشك، الابتسامة الطفولية اللي بتجنن عليك. خلي الحياة تضحك لك زي ضحكتك الحلوة يلي بتجنن، يلي فيني سميها الضحكة البريئة. وإن شاء الله نشوفك في أحسن حال يا برج الحوت. يا حوت يا نقي، ذو الروح الطيبة اللي بتستاهل كل خير والله العظيم. ولا تخلي العالم المحيط فيك سبب يكون بتعاستك نهائيا، وعدم القدرة على الوصول للهدف، للمكان اللي بيطمح له وبيتمنى له برج الحوت. وبمشيئة المولى رح تنجح بإذن الله، وتثبت النجاح والازدهار لكل العالم، لكل المحيط يلي يعني علق عليك كلمة سلبية. وبتمنى لك انك تكون فهمت اخطائك اللي مريت فيها بحياتك، وصرت تعرف القرار الصائب من القرار يلي ما له طعمة ما له وجود بحياتي. لا إله إلا الله. خد قرارك الصائب بالنسبة لشريكة الحياة. برجع لك، أو الأصدقاء يلي مالن مناح يا برج بحوت بقلك بتمنى لك الخير والسلام عليكم. إلى برج آخر هو برج الحمل بمشيئة المولى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، برعاية الله وحفظه يا غوالي. باي باي.